مباراة مهمة، ذكر فارق نقطة بين الفريقين إلى حد الآن، بين الرابع المستقبل الرياضي بمرسى 7 نقاط والخامس السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد 6 نقاط. لحظات إذن قليلة وستعطى ضربة بداية المباراة طبعا في قاعة جلال الغراب بالمرسى في الضاحية الشمالية. مباراة ديربي سميتها بين الجارين الشقيقين المستقبل الرياضي بمرسى وكذلك السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد. ولونتام نتاع الماتش ديما مهم جدا المعنويات، كل فريق يحب يربح السيت الاولى حتى ممكن تسهل عليه المأمورية في بقية المباراة. التحية مرة أخرى للكفاءة والموسوعة والمؤرخ وعضو الاتحاد العربي لكرة الطائرة العارف بخفايا وخبايا كرة الطائرة التونسية والعربية، نحكي على سيد أحمد بوساق اللي مدنا بكل هذه المعطيات ومعلومات يعطيه الصحة. من جديد وليد عيواز في تنفيذ الإرسال لفريق المستقبل. وليد يلعب الإرسال، الاستقبال ثم التحضير، الأسيست، كرة قصيرة ولكن تعود مرة أخرى لفريق المستقبل وكرة برا، كرة برا، نقطة بنقطة، الرد سريعا، الرد يأتي سريعا لفريق السعيدية. طبعا كرة خاطئة، تقدير تاع لاعب الفريق المستقبل الرياضي بمرسى وقت اللي طلع وسعد يعني عمل الديتونت نتاعو الارتقاء، لكن الكرة كانت برا والإرسال لفريق السعيدية. ملعوب الارسال، الاستقبال ثم التحضير ثم ضربه وترجع، ما زالت الكره متواصله العمليه وكره ثانيه، ما زالت المحاوله، وقفه مليح جدار صد فريق السعيديه ونقطه، النقطه الثانيه، النقطه الثانيه فريق السعيديه الرياضي بسيدي بوسعيد. قلت وقفه مليح الجدار الصدر بتاع السعيديه، تشكيله المدرب مهدي بن الشيخ. تبدو مباراه مشوقه، لونتام البدايه، المؤشرات الاولى تكون مباراه واعده، مباراه مشوقه بين الفريقين. الارسال لفريق السعيديه، ملعوب على الاستقبال ثم كره لفريق المرسى، المحاوله الاجمع والداخل، قويه 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 من حمل قميص رقم 4 لفريق المرسى حسان العيوني، حتى الكره في مناطق السعيديه و3 مقابل 2. الارسال محمد علي بن علي، محمد علي بن علي من جانب فريق القناويه، نفذ الارسال، ارسال موجه لكن التحضير ثم كره وقويه ثم التعاود مره اخرى الهجمه من جديد وتصويبه قويه جدا يا اخواناتكم. مسؤوليه التصويب رقم 17 من السعوديه، رقم 17 اللي هو حاتم اوبا حاتم، وحط الكره في مناطق المستقبل. 4 مقابل 2 للسعوديه. البدايه ممتازه واعده مشوقه، وتعود من جديد فريق المستقبل مرة أخرى، لسيس تحضير جيد وتصويبه والنقطة. 4 عن طريق الأربعة، 4 والتوقيع على الأوتوغراف عن طريق حمل قميص رقم 4 طبعا حسان العيوني.